أستاذ غريب مكلد، وأنت ناشط سياسي من السويس، لقد أثبتت كل التجارب أن الحل الأمني هو حل فاشل، والأفضل هو الحل السياسي. كيف ترى كيف بدأت الأزمة وهذا التي أدت إلى مقتل شهداء جداد في السويس؟ وليه أنتم كنشطاء سياسيين ما اتخذتوش مواقف لنخرج من الحل الأمني إلى الحل السياسي؟ أعتقد بداية واستأذن حضرتك قبل ما نخش في موضوعنا، اتفضل. ان انا ابعت تحية لشهدائنا وارواحهم واواسي اسرهم واحتسبهم عند الله باذن الله شهداء. اللي بيوصلنا دايما للعنف وان مفيش حل سياسي هو التأكيد من اول يوم الثورة السياسية. وفي جواب الثورة انا اشتغل دايما ومن اشوه القيادات الثوريه والقيادات السياسيه، وده وصلنا لمأزق دلوقتي. بقى في شارع يلعب ثوره، وبقى في رموز ونخبه بتحاول تلعب سياسه او بتحاول من خلال المبادرات انها تكسب كده من غير منافسه. وكده احنا فصلنا القيادات من الشارع بدون مش هنضحك على بعض. الشارع بدون يا جماعه بس هقف بس نقطه نظام في هذه الجزئيه. اتفضل. اذا الشارع بيتحرك من ذاته، القيادات اللي بتطلع في الاعلام بتقول انا بحرك الشارع لا تمتلك تحريك الشارع، وبالتالي اصبح الشارع بلا قياده. اللي بيقول انا بحرك الشارع كذاب. تمام. تحت اي ظرف. انا بكلم حضرتك، انا راجل مش بتاع استوديوهات، يمكن اول مره اقعد في استوديو. انا بتاع شارع، وببقى في الشارع من يوم 25 يناير لسبب بسيط جدا، عشان اخلص ضميري من ربنا، وعشان احيانا اكفي الشباب شر انفسهم وتهورهم. وياما كان لينا وقائع وقدرنا نمنع